سلام من الله عليكم. كلنا شفنا فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأرجنتيني أمس بسيناريو غريب عجيب، ولكن الأداء اللي قدمه المنتخب المغربي بصراحة أنا ما استغربت منه أبدا، لأن المنتخب المغربي قدم مباراة بطولية ورجولية. المنتخب المغربي من خلال كأس العالم 2022 أعطى سمعة طيبة له، أعطى فرصة إنه أنا منتخب كبير بلعب معاك الند بالند، وبالتالي ما عاد يهاب من المنتخبات الكبيرة. تخلص من خوفه، تخلص من هيبته من المنتخبات الكبيرة، وهذا الشيء اللي بيميز المنتخب المغربي عن جميع المنتخبات العربية. المنتخبات العربية لما تلعب مع منتخب كبير بالسمعة بتلاقيها بتخاف، بترتبك، بترتكب العديد من الأخطاء، ولكن المنتخب المغربي بيلعب معهم الند بالند. انت منتخب كبير، انا منتخب كبير، انت عندك لاعبين، انا عندي لاعبين، وبالتالي صار المنتخب المغربي له شخصيته، له هيبته. المنتخبات الكبيرة هي اللي بتخاف من المنتخب المغربي وليس العكس، وبالتالي هذا الشيء اللي بيخلينا نشوف المنتخب المغربي عم بقدم مباريات قوية جدا في ضد المنتخبات الكبيرة بالسمعة. ولكن المنتخب المغربي دائما بيثبت انه هو كبير، وانه هو قوي، وانه هو راقي بشخصيته وبأدائه. ولاعيبة المنتخب المغربي لا تقل عن اي لاعب في منتخبات العالم الكبيرة، وبالتالي انا ما بستغرب الاداء الرائع اللي بشوفه من المنتخب المغربي، لانه تعودنا عليه من خلال كأس العالم، وتعودنا عليه من بعد انتصاره على البرازيل في المباراة الودية. ويعطيكم العافية وسلام. الوحش هذا ايش يبغى؟ الوحش هذا من فين طلع؟ سنة تاريخية لسفيان رحيمي مع نادي العين، واليوم قدم مباراة تاريخية مع المغرب ضد الأرجنتين وسجل هدفين. سفيان رحيمي ما شاء الله تبارك الله، جمهور العين يحسدون على هاللاعب. هذا عطى سنتين يلعب في أفضل نادي في أوروبا إذا استمر على هالليفل المجنون. هداف مهاري. عموما عشان ما أطول كلام، كل المقومات اللي تحتاجها في المهاجم موجودة فيه. تبغى تتابع مباريات افلام مسلسلات كله هنا، الرابط في البايو، كود الخصم البايو، وضمان ذهبي. تبغى جناح، تبي راس حربة، تبي خلف مهاجم، يا رجل اعتقد يلعب سنتر بعد. برافو سفيان رحيمي، لاعب كذا جودة عالية جدا يمتعك. راني حاسد العينوية عليه ما شاء الله تبارك الله. فزتم بلاعب عظيم جدا. والله لو ماروك سون في سكام دو جات جوج تصاور هادو للفوق، سببهم هما المغرب. الجارية تاع ميسي والجارية تاع رونالدو. لا داعي للصياح، لا داعي للبكاء. احنا توب 1 في اللباس، توب 1 في الماكله، توب 1 في السبور. فين ما مشيتو غتلقاونا. شكون حنا شكون حنا؟ قال لك انسوليتو لا موسيقى انسوليتو بعدي مني يا المصيبه. المهم تحياتي لكم المغاربه. عرفتي راني كنبغينا بزاف، كنحماق علينا شي حاجه طوب. الله يعطيكم الصحه، لا البؤات، لا الاسود، لا الجاليه، لا المواطنين الداخل والخارج. الله يعطيكم الصحه، درتو خدمه نقيه. راه كاينين شي ناس باقيين عام كيتسناو باش يتعاود الماتش، حنا في نص ساعه تعاود الماتش سالينا صافي هبطنا الريدو. تحياتي لك القجع. هذه أغرب حالة أوفسايد في تاريخ كرة القدم. الحكم لغى الهدف بعد ساعتين من نهاية المباراة. اليوم المغرب والأرجنتين لعبوا في افتتاحية أولمبياد باريس، وعلى طول سفيان رحيمي سجل هدفين. يعني بعد ما سجل على الهلال والنصر دحين صار يسجل على الأرجنتين. بس هذا مو موضوعنا. الأرجنتين سجلت الهدف الأول والنتيجة صارت 2-1 وخلصت 90 دقيقة، وجمهور المغرب فرحان ومستني الحكم يصفر عشان يبدوا الاحتفالات. جاء الحكم حط 15 دقيقة وقت بدل ضايع. هنا جمهور المغرب زعل. ليش 15 دقيقة؟ يعني إيش الأحداث اللي صارت في المباراة عشان تحط 15 دقيقة وقت بدل ضايع؟ ومع ذلك لعبوا ال 15 دقيقة. دي أغرب مباراة بشهادة ميسي نفسه. في مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس، المغرب كانت متقدمة على الأرجنتين 2-1، والحكم احتسب 15 دقيقة وقت بدل ضايع، وفي الدقيقة 105 آخر دقيقة الأرجنتين بتسجل هدف التعادل، وبعدها الحكم بيصفر. الكل اعتقد إن دي صفارة نهاية المباراة وكل واحد خد نقطة وخلصت، ولكن الحكم كان صفر علشان يوقف المباراة بسبب الجماهير المغربية اللي نزلت لأرضية الملعب. الحكم طلب من اللعيبة إن هم هيكملوا 3 دقايق كمان من المباراة، بس بعد ما الجماهير ما تمشي، والمباراة استؤنفت بعد 90 دقيقة توقف. واول حاجه احتسبها الحكم بعد الرجوع من التوقف هو الغاء هدف الارجنتيني الثاني بتاع التسلل. بعدها ميسي بينزل الصوره على الانستجرام على طول ويكتب لا يصدق. في الاخر المغرب فازت باصعب مباراه واول مباراه ليها في الاولمبياد بهدفين لسفيان رحيمي اللي بصراحه مقدم موسم ممتاز جدا. Il y a des choses qui sont discutables, des fois il y en a pas. Il y a hors-jeu, point. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Pleurez comme vous voulez, il y a hors-jeu.
C'est simple, c'est net, c'est précis. Vous pouvez râler autant que vous voulez, il y a hors-jeu. Point barre. C'est marqué. En Coupe d'Europe, on avait vu des hors-jeux un peu plus litigieux. Ça a été clair, les règles sont claires. Donc, il n'y a aucune raison de contester. La balle, elle va en direction du joueur. Le joueur, il était en mouvement. Point. Il y a hors-jeu, c'est tout. Je sais pas pourquoi vous voulez tout le temps compliquer la chose, tout le temps essayer de refaire le match, etc. Le Maroc mérite sa victoire. Point. بربيته حاكمين لازون بربيته المغاربه حاكمين فرنسا تبلبلات وخرج الجمهور وهرب الحكم وقالوا لهم ما غيكملش هذا الماتش وخرجوا برا وبقاو كيتسناو الحكم وقال لهم والله تيكمل الماتش ويتحيد البيت وفعلا من بعد اجتماع ومن بعد قرار رجعوا لعبوا الماتش ورجع الحكم للفار وما تحسبش البيت وولينا رابحين ب2-1 ومبروك علينا 3 نقاط ولا عزاء للحاقدين وديما مغرب وحاكمين لازون واللي ما حبنا راكو عارفين خبار في راسكم وتحيه للمغاربه اللي في فرنسا بلبلوها في سان تيتيان وديما مغرب وتبارك الله على الدراري وتلعب الماتش وضربنا الارجنتين ب2-1 وعييتوا ما تخوروا ما ديروا باش تربحوهم في الاخر المغرب دار البصر. Ah, mais il existe lui? Lionel Messi qui ouvre sa bouche. Ah, il a la bouche lui. Lorsqu'il fallait dénoncer tes partenaires qui avaient des propos racistes, t'as fermé ta bouche, on pensait que tu n'existais plus. Et les léosexuels, ils étaient en train de te larça, te défendre, etc. Regarde ce que tu mets sur Instagram, inhabituel. Mais voilà que tu vas t'y habituer. Ah oui, c'est comme ça. Tu vois, la corruption, c'est pas comme ça la vie. Parce que le but du match, c'était jusqu'à que l'Argentine égalise. Après, on arrête le match. Mais bien évidemment, le but était hors jeu. Et dites-vous, le match, il s'est terminé comme ça de base. Et 2 heures plus tard, les gars, ils étaient là en train de chercher s'il y avait hors jeu ou pas. T'as vu? La décision. C'est une situation totalement insolite, les gars. C'est du jamais vu dans toute l'histoire. Après le Maroc, alhamdoulilah, ils ont réussi à abattre la corruption. Ah oui, on le connaît. Au final, le but de l'Argentine, il a été annulé. Et au final, la victoire, elle a été marocaine. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est une victoire entièrement méritée dans tous les cas. Même si c'est vrai qu'en fin de match, ils auraient pu mieux gérer le Maroc. Mais quand même, dans l'ensemble du match, quand même, les Marocains, ils ont réussi à mener quand même 2-0. Donc, il fallait leur donner quand même ça. Voilà. Et puis, vous avez marqué un but hors jeu. Donc voilà, même moi j'ai eu une petite hésitation s'il y avait hors-jeu ou pas. Il n'y a même pas eu de VAR juste après. Voilà. Ils voulaient absolument que l'Argentine se qualifie. Mais chais, ça toi? تياغو مالنا يا ونس صحيح انك لاعبنا الاسطوري وافضل لاعب بالتاريخ وكلنا بنحبك لكن الظلم ظلمات سيدي الظلم ظلمات على شو بتنشر هاي الستوري على شو الامر لا يصدق يعني فوق ما الحكم ضاف لكم 15 دقيقة مش عارفين على شو سجلتوا الجول بالدقيقة 105 قام جمهور المغرب اعترض صار شغب مما تستدعى انه الحكم يوقف المباراة لمدة 1.5 ساعة طيب اوكي رجعتوا بعد 1.5 ساعة اعطاكوا 3 دقائق قبليهم رجع على الفار واذا الجول طلع تسلل على ايش معترضين يعني بال3 دقائق ليش ما سجلتوا على كل حال المنتخب اللي بيستحق هو اللي فاز الف مبروك جمهور المغرب بتستحقوا سيدي منتخبكم فخم نتمنى الاستمرارية في قادم المباريات سلام عليكم. On les a scam. Il y avait 2-1 pour le Maroc, ils ont mis 15 minutes de temps additionnel. Non, c'était quoi la matrice? La matrice c'est tant que l'Argentine marque pas, le match n'est pas terminé. Et au final, l'Argentine ils ont marqué. Bah c'est bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Cette équipe de racistes là, ils méritaient de perdre. Dans leur équipe de merde. Là ça commence mal, là, ça commence très mal, très mal.